بشكل شخصي. مساء الخير لكل الأخوة اللي دخلوا معنا اللايف، تحياتي لكم كل باسمه ورسمه. أسئلة عديدة تطرح خلال اليومين اللي فاتوا عن حقيقة ما تناولته وكالة الأناضول بأنه هناك زيارة مرتقبة للجنرال المظلوم عبده إلى تركيا. وتحدثت الوكالة أيضا بأن هذه الزيارة سيكون على أساس حصول توافق ما بين الحكومة السورية اللي حاليا الحكومة المؤقتة وإدارة شرق الفرات اللي موجودة وعلى رأسهم السيد مظلوم عبده، واستلام منصب نائب رئيس الجمهورية، نائب وزير الدفاع بنفس الوقت، وهذه الديباجة اللي بنعرفها دائما. طبعا نحن ككرد لدينا خبرة كبيرة جدا بدائرة الحرب الخاصة التركية اللي قامت علينا خلال 100 عام فات، وخصوصا السياسيين، وندرك تماما أي تصريح أو تحركات من دائرة الحرب الخاصة التركية ضد الشعب الكردي، فلا نتأثر لا نحن ولا قياداتنا أبدا بالحرب الخاصة التي تبثها وسائل الإعلام التركية بشكل عام، وأيضا الأذرع اللي تعمل لها سواء كانت على الأرض وغيرها. لكن من يقع في شباك تلك الوكالات هم إخواننا العرب المغفلين. وهنا بدي أحط بين قوسين بين المغفلين، هنا يعني لو وضع القوسين ما بين كلمة المغفلين، هذا لا يعني كل الأخوة العرب هم مغفلين، لا، فقط الذين يصدقون الحرب الخاصة التركية التي تشنها على الشعب السوري بشكل عام والشعب الكردي بشكل خاص. طيب، شفنا نحن خلال الفترة اللي فاتت صداع تنقله جماعة السوركيين في كل اللايفات في كل وسائل التواصل الاجتماعي على القنوات التلفزيونية. طبعا أيضا يخرج علينا المحللين السياسيين الخرنتعين التابعين إلى السوركيين بتصريحات وتفسيرات لا أنزل الله بها من سلطان أبدا ولا تمت بالواقع نهائيا. يعني مثلا أعطاء أحمد الشرع مهلة 10 أيام لقوات قسد لتسليم سلاحها، وإلا سوف تقوم الجيوش الخرنطائية الجولانية باقتحام الحدود ونهر الفرات، وسيخرجون قوات قسد من جبل طورس. كلام يعني عاطفي، كلام لا أنزل الله به سلطان ولا أي شيء. وين القوات الجولانية الخرنطائية؟ يعني هم ظنوا بأنه لما جاء تليفون لنظام بشار الأسد بأنه يخلع من دمشق، وهذا التعبير العام اللي بتحدث فيه، يخلع بكل معنى الكلمة، ويعطي إعاز لكل قواته اللي موجودة بعدم المقاومة وترك السلاح وروحوا على بيوتهم، ظانين أنه شرق الفرات نفس الشيء. أمريكا راح تعمل تليفون إلى شرق الفرات وتقول لهم ارموا أسلحتكم وشرع تفضل فوت بالماطورات والبسكليتات إلى شرق الفرات، ويطلع الشعب كلياته حامل الهباري بالإيد ويلوح فيها، طبعا لأنه ما في إعلام، في هباري، ويلوح فيها لقوات الجولاني وجاءهم المخلصون. هيك الظن تبعهم، وكأنه شرق الفرات عبارة عن سجن كبير كل اللي داخله بيعاني. طبعا بيطلعوا بيتحدثوا عن جرائم وأمور وفزلكة إعلامية تافهة جدا ما بتعبر إلا عن تفكيرهم هم بعيدين عن الواقع بشكل كبير جدا. طبعا شفنا بعض الأخوة الكرد المستعربين، هنا أيضا بقول المستعربين تحت خطين وقوسين أيضا، اللي بيفوتوا بدائرة الحرب الخاصة التركية وبيطبلوا للإعلام التركي ومنابر كبيرة جدا من دون ذكر أسماء. فبتلاقيه كل فترة وفترة واقع بدائرة الحرب الخاصة ويروج ما تروجه المخابرات التركية، وطلع عامل منها حفلة أيضا
خلاص وانتهت وسوريا موحدة وسوريا راجعة، والجنرال راح يستلم نائب رئيس الجمهورية وراح يحصل فيها هيصة وبنبليصة وانتهوا وكذا، وبنفس الوقت يشن حرب أيضا على هؤلاء السوريين والأبواق الشتامة الغيرة اللي موجودة أيضا على المنصة، وكلها لها فوائد شخصية. أنا هنا بدي أقول نعم حقيقة هي لها فوائد شخصية بالنسبة لمنصاتهم الإعلامية الموجودة. الآن بدنا ندخل في صلب المواضيع السياسية، وأبدأ بزيارة وفد من الحكومة السورية المؤقتة، الحكومة السورية المؤقتة، حكومة الأمر الواقع اللي موجودة حاليا، لزيارة معسكر الهول. شو المغزى منها وشو الهدف من هذه الزيارة؟ طبعا زيارة مخيم الهول، وشفنا نحن على الإعلام بشكل كبير وعملوا لها أنه خلص الحكومة السورية راح تستلم هي معسكر الهول. وفي حقيقة الأمر الموضوع مو أنه الحكومة السورية راح تقوم باستلام معسكر الهول، لا من بعيد ولا من قريب. كل الأمر عبارة عن أمر بسيط جدا، أنه حكومة الجولاني مثلها مثل أي حكومة، مثل حكومة العراق، مثل حكومة دول مجاورة، مثل حكومات دول أخرى، جاية لتستلم 15,000 سوري موجود فيها كلهم من منطقة غرب الفرات بضغط أمريكي، بضغط أمريكي. أما المقاتلين الأجانب والمقاتلين الثانيين اللي هم غير سوريين واللي هم ما هم من منطقة غرب الفرات اللي بتسيطر عليها حكومة الجولاني، ما لهم شغل فيها نهائيا. وهذا أنا بأكده من مصادرها. مرة ثانية، الوفد الحكومي الذي جاء إلى مخيم الهول لم يأتي ليستلم مخيم الهول بشكل كامل وإدارته، لا، جاء الاستلام وتنسيق بآلية استعادة 15,000 من الدواعش السابقين اللي هم ينتمون إلى منطقة غرب الفرات، مثلها مثل أي دولة جوار. حتى الحكومة العراقية جاءت أخذت رعاياها العراقيين، والحكومة السورية الآن جاءت بأخذ رعاياها السوريين فقط. وكل اللي بتشوفوه وبالإعلام وبالوكالات الأنباء وبالمحللين الخرنطعيين الاستراتيجيين اللي بيخرجوا على القنوات ومن ضمن وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيل والتزمير، هذا الكلام كله هراء ليس له أي أساس من الصحة أبدا. لن تقوم قوى سوريا الديمقراطية بتسليم مخيم الهول إلى أي جهة، فقط كل دولة تأتي وتأخذ رعاياها، ومن ضمن الدولة السورية المؤقتة حاليا اللي بيسموها دولة سورية راح تأخذ رعاياها 15,000 اللي موجودين. طبعا في الخبر راح أقرأ لكم إياه الآن. إدارة مخيم الهول، وفد من سلطات دمشق زار المخيم لبحث عودة النازحين، بحث عودة النازحين. وأثناء حديثي طلع هذا الخبر وبعث لي الأخ تيريش، شكرا جزيلا تيريش. إدارة مخيم الهول، وفد من سلطات دمشق زار المخيم لبحث عودة النازحين. زار وفد من حكومة دمشق مخيم الهول بهدف بحث الأوضاع في المخيم، خاصة ما يتعلق بعودة النازحين السوريين إلى مناطقهم. النازحين السوريين اللي موجودين في مخيم الهول سيتم إعادتهم إلى مناطقهم. وأكدت إدارة المخيم لمراسلنا أن الوفد ضم ممثلين عن جهاز الاستخبارات، إضافة إلى مسؤولين عن مكافحة الإرهاب، حيث عقدوا اجتماعا مع إدارة المخيم. وأوضحت الرئاسة المشتركة للمخيم جيهان حنان في تصريح لمراسلة روناهي أن الاجتماع ركز على مناقشة آلية تنسيق عودة النازحين السوريين الموجودين في المخيم إلى مناطقهم الأصلية. تفضلوا فوتوا على قناة روناهي راح تلاقوا التصريح هذا بشكل واضح وصريح، يعني صراحة ما بيجيب شيء من عنده، أنا أعي ما أقول وقلتها قبل ما يطلع هذا التقرير، قلتها أنا أثناء حديثي. مرة ثانية، إدارة مخيم الهول، وفد من سلطات دمشق زار المخيم لبحث عودة النازحين.
زار وفد من حكومة دمشق مخيم الهول بهدف بحث الأوضاع في المخيم، خاصة ما يتعلق بعودة النازحين السوريين إلى مناطقهم. وأكدت إدارة المخيم لمراسلين أن الوفد ضم ممثلين عن جهاز الاستخبارات إضافة إلى مسؤولين من مكافحة الإرهاب، حيث عقدوا اجتماعا مع إدارة المخيم. وأوضحت الرئاسة المشتركة للمخيم جيهان حنان في تصريح لمراسل الروناهي أن الاجتماع ركز على مناقشة آلية تنسيق عودة النازحين السوريين الموجودين في المخيم إلى مناطقهم الأصلية، يعني عبارة مثلها مثل حكومة العراق الشقيق، ومثلها مثل دولة أو المملكة العربية السعودية، مثلها مثل أي دول العالم، الفلبين، الكذا، اللي جاءوا أو تشيك أو غيره وغيره، اللي جاءوا وأخذوا رعاياهم. فنحن نرحب بأشقائنا السوريين في شرق الفرات، وهذا حق طبيعي. وكان المفروض أنه أساسا النظام الساقط بشار الأسد أنه هو يأخذ هؤلاء الرعايا سابقا، لكن هو نظام مجرم. لأسباب إنسانية ووقتها ما تم تسليم نظام بشار الأسد هؤلاء الإرهابيين أو الدواعش اللي تم اعتقالهم كلياتهم وزجهم في مخيم الهول. انتم بتحبوا نحكي بالطريقة هاي، ورح نتحدث بالطريقة هاي، لأنه شفت تطبيل وكمية التزمير اللي حصلت في اللايفات وبعيد عن الواقع بشكل مستفز بصراحة، يؤدي إلى ردة فعل إنه واحد يتحدث معكم بالطريقة هاي. الشيء الهام للغاية، شفنا تصريح السيد صالح مسلم يقول به بكل وضوح أنه نحن في شرق الفرات نعمل بأي شك بكل طاقتنا أنه نحول أبو محمد الجولاني إلى أحمد الشر. وهاي الجملة لها معاني كبيرة جدا، وأنا شرحتها سابقا وقلت لكم لا يمكن لأبو محمد الجولاني أنه يتصدر المشهد في سوريا ويصبح حكومة شرعية فعلا إلا عن طريق شرق الفرات، إلا عن طريق شرق الفرات. هو يدرك هاي المسألة تماما، يعني بعد كل اللقاءات اللي حصلت معه، تصريحات الفرنسيين البارحة وولت البارحة، تصريحات الأمريكيين اللي ذكروا فيها أنه يجب ضمان حقوق حلفائنا في شرق الفرات بشكل واضح. المعادلة القيمة جدا اللي بدي أعطيكم إياها واللي ما حدا أبدا أخذ باله منها، كل تصريحات الفرنسيين وتصريحات الأمريكيين تنظر على الشعب الكردي كشعب واحد، سواء في كردستان العراق، إقليم كردستان العراق، أو في روجافا أيضا. فهم بالعمليا يتعاملون مع الكرد في الطرفين على أساس شعب واحد، لكن تكتيكيا تكون أو سياسيا تكون على أساس أنه قسم موجود في دولة وقسم موجود في دولة أخرى، لكن عمليا بتصريحاتهم وأفعالهم وأقوالهم هم يتعاملون مع الشعب الكردي الموجود في كل مكان على أساس أنه هو شعب واحد، حتى من خلال التصريحات اللي موجودة أصلا. أيضا طبعا في فقرة العراق راح أتحدث لكم عن التطورات الجديدة جدا اللي راح تحصل في العراق، وخصوصا شو هو مغزى زيارة السيد مسرور البرزاني إلى الولايات المتحدة الأمريكية والاتفاقيات اللي حصلت، وراح أقارن لكم إياها بفترات قبلها. وهذا أمر هام للغاية أنه تعرفوه مشان تقدروا تفهموا أنه شو هو سبب التغير السياسة الأمريكية بالنسبة للكرد بشكل عام، وخصوصا بالعراق. طبعا مثل ما قلنا لكم أنه كل هذا الكلام اللي طالع من وكالة الأناضول هو ليس إلا حرب خاصة تقوم على الشعب السوري وليس على الكرد. فهموا هاي، تقوم على الشعب الكردي وليس على الكرد، على الشعب السوري. والشعب الكردي مدرك وقيادته مدرك الحرب الخاصة. ونعرف نحن هاي التصريحات اللي بتطلع من الحكومة التركية، سواء كانت قادة أو أعلام أو دوائر مخابراتية أو إشاعات، هي كلام فارغ ولا نأخذ بمحمل الجد نهائيا. فلا ليس هناك أي زيارة صريحة حاليا للجنرال مظلوم عبدلي تركيا، وهذا الكلام خرج فقط من الإعلام التركي
وهذا ما بنعترف فيه نهائيا إلا أن يخرج بيان رسمي من الإدارة الذاتية يوضح فيه هل راح تكون في زيارة للجنرال مظلوم عبدي لتركيا أو لا تكون هناك زيارة. لكن من خلال الظروف الموضوعية اللي موجودة حاليا في عملية السلام في تركيا ومبادرة القائد عبد الله أوجلان للسلام والبطء التركي في هذا الموضوع، أعتقد أنه لن تكون هناك زيارة على المستوى القريب إلا إذا حلت القضية الكردية وتم تعديل فقرات الدستور في البرلمان التركي. وقتها ممكن ما استبعد أي زيارة سواء لمسؤولين من شرق الفرات إلى تركيا أو العكس، أيضا زيارة مسؤولين أتراك وعلى رأسهم حتى رئيس تركيا إلى شرق الفرات. وقتها ممكن يكون فعلا هناك زيارات ما بين الطرفين. لكن في الوضع اللي راهن اللي نحن فيه هذا أمر مستبعد سياسيا، أنا أستبعده كتفكيري السياسي في هذا المرحلة اللي نحن موجودين فيها. طبعا بنشوف نحن هلا بدي اربط الاثنين، تركيا ايضا في شرق الفرات وما يحصل في سوريا ايضا كلياته، فراح ادمج الموضوعين مع بعض. بنشوف نحن تصريحات القادة الاتراك سواء كانت المعارضة التركية او الاحزاب القومية المتشددة واللي على رأسهم باختشلي اللي بيحث الحكومة التركية بالإسراع في عملية سلام في تركيا. وأيضا الكل بيهدد أردوغان بأنه لابد أن تقوم بعملية سلام حقيقية وعدم تضييع الفرصة اللي نحن فيها. فأدركت الأحزاب اللي موجودة في تركيا خطورة الموقف على تركيا وأنه تقسيم قادم لا محالة. لكن أردوغان الوحيد اللي بيحاول يماطل لمكاسب شخصية عملية السلام. فبنشوف أنه من يومين ثلاثة أوعز إلى إنشاء لجنة لتعديل الدستور التركي. لكن مع ذلك الحركات بطيئة، الحركة بطيئة جدا. ظهر اليوم في تصريح هام للغاية أيضا وقال لك أنه هو ما بيهمه أنه يرشح حاله للانتخابات القادمة حسب الدستور التركي، طبعا لأنه ما بيحق له يرشح نفسه للانتخابات القادمة إلا إذا تم الدعوة إلى انتخابات مبكرة، وهذا مستبعد مستحيل، أو إذا قام بتعديل الدستور التركي. فذكر أنه هو بالنسبة له كشخصيا لا يريد أن يرشح نفسه للانتخابات القادمة. طبعا نفس هذا الكلام كان قبل الانتخابات اللي فاتت بعامين، الانتخابات اللي فاتت رئاسية، كان أردوغان يصرح بأنه لن يرشح نفسه للانتخابات القادمة. هنا كان العملية عملية كذب على الشعب التركي لحتى يعمل فيه من أنصاره هيجان ويجوا الكل يعني ويطلبوا منه لا ترشح وكذا. فهذا نوع من أنواع الدعاية يسموه الدعاية المضادة، الدعاية المضادة وقتها، ولحتى يشوف أيضا شو هو رأي أنصار حزبه وأنصار وجماهيره بأنه هل يا ترى راح يكون بالنسبة لهم يعني هذا الأمر سهل ويقبلوا فيه، ولا يشوف مدى هو شعبيته أكثر. فكانت الموضوع على هذا الأساس، نفس الأسلوب تماما يستخدمه الآن، فيخرج أمام الملأ ويتحدث بأنه هو ما بده الرئاسة، ما بده الرئاسة وما بده يرشح حاله. المهم تركيا أنه تكون في الطريق الصحيح وأنه يحصل فيها انتخابات ويتم تعديل الدستور، ومن ثم هو بالنسبة له يعني ترشح للانتخابات هذا أمر مو مهم. بهذا الكلام كله هراء. كل ما يهم أردوغان بالأساس هو أنه يستطيع أنه يرشح نفسه في الانتخابات القادمة، وهذا كل همه وهاجسه اللي بيعمل عليه كلياته. يحتاج البرلمان التركي أكثر من 362 صوت لحتى يقوم بتعديلات دستورية من دون الرجوع إلى استفتاء، وهذا أمر صعب تحقيقه من دون المعارضة والأحزاب الكردية الموجودة. طبعا المعارضة التركية رافضة بقطعيا أنه تعدل الدستور، أنه أردوغان يستطيع أن يرشح نفسه على الأقل على هاي الأمور. أما الأحزاب الكردية
ما عنده مشكلة بهذا الموضوع إلا في حال فقط أنه تم الاعتراف بالحقوق الدستورية للشعب الكردي في تركيا بشكل حقيقي، وأيضا إنتاج دستور يتيح لسوريا عفوا لتركيا ديمقراطية حقيقية وليست ديمقراطية مزيفة، واللي بنشوفها بشكل من الأشكال اللي جرت خلال ال 14 سنة اللي فاتت، أو ال100 عام اللي فات حتى نقدر نقول، لأنه كانت نوع من أنواع الديمقراطية المزيفة، كانت ديمقراطية للأتراك فقط، أتراك الشعب واحد ودولة واحدة وعلم واحد، وهاي الشعارات التافهة اللي كانوا يطلقوها دائما. الآن يعملون على ومضطرين ومرغمين على تعديل الدستور لاستيعاب كل الأقليات اللي موجودة فيها، وتعديل الدستور حتى يستطيع هو أيضا ترشيح نفسه مرة أخرى للانتخابات. وهذا ليس موضوعنا، لكن الوقت يفوت على الأتراك، وأنا قلت لكم كلما فات الوقت أكثر أصبحت عملية السلام أصعب، أصبحت عملية السلام في المستقبل أصعب بشكل كبير، ويجب التنازل أكثر وأكثر. وهذا مو موضوع حديثي اليوم، لكن أستشهد فيه فقط لأنطلق لموضوع مسألة شرق الفرات. الأتراك بكل وضوح بقول قدام العالم كلياته، وسجلوا هذا الكلام، أنه الأتراك معترفين بشرق الفرات بشكل واضح جدا. وشفنا إحنا خلال الأيام اللي فاتت تغيرت لهجة الأتراك بشكل كامل عن شرق الفرات وعن قوات قسد وحتى عن وحدات حماية الشعب الكردية، فما بقى تنعتها بالإرهابية أبدا، وتغير هذا الخطاب اللي كانت مصدعتنا إياه خلال 14 سنة اللي فاتت. وهذا يدل بكل وضوح بأنه هناك تقبل تركي لإقليم لا مركزي في شرق الفرات أيا كان شكله، وهذا أمر واضح. وإعادة دمج القوات أيضا بوزارة الدفاع ما عندهم مشكلة فيها. والدمج هنا يعني بمعنى المصطلح اللغوي والمصطلح العملي لهذا الموضوع أنه يكونوا فقط تابعين لوزارة الدفاع السورية، يعني شكليا يتبعون لوزارة الدفاع السورية، ولكن هم كيانات مستقلة بنفسهم، وهي تكون مسيطرة على شرق الفرات، ويكون لهم قيادة تابعة في شرق الفرات. وهذا أمر واضح تماما، يعني مثل قوات البشمركة اللي موجودة في كردستان العراق. لكن هون المفارقة بأنه القوات البيشمركة ما كانت وحيدة قبل، لكن قوات اللي موجودة في شرق الفرات هي قوات موحدة من كل المكونات اللي موجودة فيها، سواء كانوا عرب ومسيحيين وكرد وغيره. فهذا الكيان هو إذا ما قارنته في بدايات إنشاء إقليم كردستان العراق بيكون أفضل بكثير أيضا، لأنه هو جيش واحد قيادة واحدة وألوية تابعة وتأتمر بقيادة واحدة، هي قوات سوريا الديمقراطية. وهذا الفرق ما بين الأمرين. طبعا عفوا بدنا نذكر أمور هامة للغاية. رفعت العقوبات عن سوريا، وامبارح صدر القرار من الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا تناول الأغبياء هذا الخبر على أنه تم الإزالة بشكل كامل. وفي حقيقة الأمر لم يتم إزالة العقوبات على سوريا بشكل كامل. نعم تمت إزالة بعض العقوبات اللي موجودة، خصوصا نعم تم إزالة العقوبات من القطاعات المصرفية، هذا أمر صح. تمت إزالة العقوبات على الموانئ السورية، اللاذقية وطرطوس. هل شفتم الخبر اللي صدر من فرنسا اليوم وأعلنوا بشكل رسمي توقيع اتفاقية أو مذكرة تفاهم بالنسبة لميناء طرطوس؟ اليوم فرنسا أعلنت بشكل رسمي، وأعلنت اسم الشركة اللي أعلنت لكم إياه، ما كان معلن قبلها، ولا وكالة أخبار ولا تلفزيون ولا أي مكان كان ناشر اسم الشركة الفرنسية اللي وقعت عقد أو مذكرة تفاهم مع سلطات الأمر الواقع اللي موجودة في دمشق الآن من أجل ميناء طرطوس. اليوم الفرنسيين أعلنوها بشكل صريح، تم الإعلان عن هذا الاتفاق، وأعلنوا اسم الشركة نفسها، اسم الشركة اللي حكيت لكم إياه قبل.
المسألة أصبحت واضحة تماما، أنه الساحل السوري الإمارات توقع اتفاق بالنسبة لميناء اللاذقية، فرنسا ستستلم ميناء طرطوس بتوافق روسي، وهذا تجهيز مع حفظ المصالح الروسية في ميناء طرطوس وقاعدة حميميم اللي هي قواعد لوجستية لمد القوات الروسية بالإمدادات في وسط أفريقيا. وهذا تحدثت عنه حلقات طويلة جدا في شهور اللي فاتت كلياتها، وشرحت لكم شو هي مطالب روسيا تماما من الساحل السوري وقاعدة حميميم. هي عبارة عن قواعد مد لوجستي للقوات اللي موجودة في وسط أفريقيا بكل وضوح. تم تأمين المصالح الروسية هنا، المصالح الروسية، فخرجت روسيا من سوريا بمعادلات ترضيها بانتظار الحل في أوكرانيا. هذا كلام منتهين منه تماما. طيب، شو هو سبب زيارة أحمد الشرع المفاجئة إلى دمشق؟ طبعا هناك طلبات من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والدول الأوروبية من أحمد الشرع لتطبيقها، وتحدثنا منها فيها مطولا، تحدثنا فيها مطولا. بدي أكشف لكم أمر هام، وهو ما يتعلق بالاتفاقيات اللي حصلت ما بين حكومة أحمد الشرع، الحكومة المؤقتة حاليا أو حكومة الأمر الواقع، مع إسرائيل اللي حصل في أذربيجان. أحمد الشرع قبل كل شروط إسرائيل، قبل كل شروط إسرائيل، وسلمهم ملف المخابرات السورية كلياته خلال 70 عام. وخلال 70 عام كل شيء تداولته المخابرات بما يخص إسرائيل والمنظمات الفلسطينية والجهاديين وغيره، كل هذه الملفات أصبحت عند إسرائيل، فسلمت كل شيء. فإسرائيل تعلم خلال 70 العام اللي فاتت وقبله أيضا شو اللي كان عم بتتخطط عليه كل الشخصيات والمنظمات اللي موجودة والأحزاب العربية في كل الدول العربية. الملف كله صار عند إسرائيل، سلم كل شيء. ومن ضمنها أيضا ملف الجواسيس الإسرائيليين اللي كانوا في سوريا خلال فترة حقبة السبعينات والستينات والخمسينات أيضا، حتى مشان نكون في نهاية الخمسينات أيضا كان في بعض الجواسيس هاي. فسلم كل شيء، بالإضافة إلى اتفاقه على إيش؟ على عزل الجنوب السوري. يعني وافق ضمنيا الآن على إنشاء إقليم في الجنوب السوري بيكون منطقة عازلة، يعني لا مركزية في منطقة الجنوب. بتكون أيضا هاي اللامركزية هي ضمان لإسرائيل أنه ما في قوات حكومية أو أي شيء، ما في غير قوات الإقليم نفسه، الدروز اللي هم مسيطرين عليهم، وبيكون بهذا الشكل تابعين إلى المركز في دمشق. لكن هي إقليم فيدرالي لا مركزي، سموه حكم ذاتي، شو ما بتسموه سموه، تم الاتفاق عليه. وراح تشوفوا في الفترة القليلة القادمة أحمد الشرع الآن لا يستطيع إعلان كل الإعلانات هاي، لأنه هذا راح يقلب الرأي العام السوري عليه. فحصلت إسرائيل على ضمانات من أحمد الشرع بأنه منطقة الجنوب هي تكون منطقة إقليم، ويكون فيها السلاح فقط بيد الإخوان الدروز اللي موجودين في جنوب سوريا، وهذا السلاح بيكون ضمانة لإسرائيل أيضا، ويعتبر منطقة عازلة ووافق عليها أحمد الشرع بكل رحابة صدر، وقدم خدمات أكثر أيضا، بالإضافة إلى إقليم الساحل اللي تحدثت لكم عنه. واليوم هو موضوعنا ما هو الإقليم الساحل. هلأ بدليل ماذا؟ تغير خطاب الإسرائيلي من بعد هذا الاتفاق. احنا كنا نشوف كل يوم وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون بن زعر يخرج صباح وظهر ومساء ويتهجم فيها على حكومة الجولاني وينعتهم بالإرهابيين وينعتهم بالمجرمين
وينعتهم بأنهم أبشع من حركة حماس. وكنا نشوف كل يوم ويومين تصريحات لنتنياهو، تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي. الآن التصريحات اختفت، وأصبحت التصريحات من نوع شلون؟ أنه يتعاملون فيه كأنه هو دولة سورية نوعا ما، كأنه هو دولة سوريا نوعا ما. إلا بعض الموجودين على الأرض اللي هم من البدو والكتائب المنفلتة اللي بدهم من هنا ومن هناك تخرج عن طوع الشرع وتقوم بقصف أو هجوم تتعامل مع الطيارات الإسرائيلية إلى الآن أيضا. غير هيك الجنوب السوري أصبح بشكل رسمي وبضمانات إسرائيلية وأمريكية هو تقريبا شبه إقليم لوحده الآن، عشان نكون واضحين فيه. ولا ما كانت يعني مشان جاسوس وجسد جاسوس صار له 50-60 سنة إسرائيل توقف وكذا وهاي، لا أبدا طبيعي لا. إنه أحمد الشرع أعطاهم كل ما بدهم هم الإسرائيليين، بدهم إقليم بالجنوب، بدهم المنطقة تكون عازلة. طبعا المنطقة العازلة مو إنه راح يعملوا منطقة عازلة ما بينهم وراح يدخلوا قوات دولية، لا، هو إقليم بأكمله يكون منطقة عازلة لهم، ويكون لهم أيضا أصبع فيه طبعا، ويكونون تابعين شكليا للحكومة السورية. وبنفس الوقت هذا الإقليم القوات اللي موجودة فيه أكيد راح يكون تابع أو مرتبط بوزارة الدفاع الإسرائيلية، وهو يكون هذا الإقليم هو ضمان وخط حزام ضامن ما بين إسرائيل وما بين سوريا. وطبعا أنا فهمتكم أمر هام للغاية، أنه الخطوط الجغرافية توضع الآن لحتى تثبت في المستقبل. كل الخطوط الجغرافية اللي ترسم الآن بالأقاليم أو المناطق الأمنية أو باللامركزية أو بأي شيء، هي تكون في المستقبل حدود جغرافية، تكون حدود جغرافية. وينطبق الأمر أيضا على الساحل، وينطبق الأمر على شرق الفرات. طيب خلونا نرجع لموضوعنا، زيارة أحمد الشرع إلى تركيا. طبعا الأتراك أيضا وافقوا على كل المطالب الإسرائيلية، وما في قواعد تركية في سوريا نهائيا عسكريا يعني، باستثناء قواعد صغيرة جدا الآن. فترة معينة يجب أن الأتراك يخرجوا من سوريا، وحكينا عن هذا الموضوع. طيب في اتفاق 10 آذار ما بين الجنرال مظلوم عبده وأحمد الشرع، وهذا الاتفاق هو ما فيه نقاط عديدة جدا يجب البحث عنها. هناك ضغط أمريكي وأوروبي هائل على أحمد الشرع بتطبيق هذا الاتفاق خلال 90 يوم، ونحن بنعرف أنه أمريكا أعطته 90 يوم وفرنسا أعطته 6 أشهر، 6 أشهر أيضا لحتى يطبقها. وشفنا تصريحات الأمريكان كلها اليوم حتى كانت تتحدث بشكل واضح أنه إحنا رح نرفع العقوبات مؤقتا لمدة 6 أشهر ونراقب سلوكها الحكومة الموجودة في سوريا. طبعا الحمقى خرجوا وقالوا لك وظانين انه الجولاني راح يبيع البترول السوري، راح يبيع البترول السوري لامريكا، وامريكا مقابل هذا راح تجي وتتخلى عن الكرد وتتخلى عن قوات قسد وتتخلى عن اقليم شرق الفرات بشكل كامل، وكل الاسلحه وضبابات الابرامز والمدرعات والاسلحه المضاده والدرونات كلها راح يسلموها للجولاني، وخلصنا من هذا الموضوع وخلي ياخذوا النفط ببلاش. المهم الرئيس عنده سني، هكذا يظن هؤلاء الأغبياء اللي موجودين. الأمريكان ما رفعوا العقوبات عن أحمد الشرع إلا وعينهم طبعا على النفط السوري، لكن هناك شركات وقعت مذكرات تفاهم خلال السنوات اللي فاتت مع شرق الفرات بهذا الموضوع، وهذا كلياتكم أنتم بتذكروه وقتها، وكانت على عهد ترامب. تتذكروا شركة شيل واللي تم إيقافها وقتها. فهناك مذكرات تفاهم ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وشرق الفرات على النفط واستخراج النفط السوري، وطبعا هناك مذكرات تفاهم فرنسية أيضا بهذا الموضوع. فلن تتخلى الولايات المتحدة عن إقليم شرق الفرات تماما مثل إقليم كردستان العراق اللي وقعت آلاف أو مليارات الدولارات أو
اللي وقعت العقود مع الشركات الأمريكية خلال اليومين اللي فاتوا بزيارة مسرور البرزاني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، واللي أجبروا الحكومة العراقية أيضا على قبول تلك الاتفاقيات، وراح نشرحها بعد شوي هاي. فالرفع العقوبات اللي حصل على سوريا، وأول ما تحدثوا عنها قلت لكم أكبر المستفيدين منها هو شرق الفرات. ليش؟ لأنه شرق الفرات منطقة آمنة وقوات واحدة موجودة فيها فقط، باستثناء هجوم الدواعش الآن النشطين شوي من هنا ومن هناك، ويستطيعون التعامل معهم بكل سهولة. فهي منطقة آمنة وبيئة خصبة للاستثمارات الدولية، لأنه قادرين أنه بكل سهولة تجي كل الشركات ويستقطبوها العالمية لإعادة الإعمار فيها. أما سوريا الحالية اللي موجودة فهي غير آمنة أبدا، ولن تقوم أي شركة عالمية بالقدوم والمغامرة في الاستثمار في هذا الجو اللي موجود. أول شيء يجب تغيير الحكومة اللي موجودة، واحد. اثنين، إنشاء دستور ديمقراطي منصف. ثلاثة، إنشاء جهاز قضائي نزيه جدا حتى الشركات تضمن حقوقها لما بتجي على هاي الدولة وتستثمر فيها إذا تم التعدي عليها أو على رأس مالها أو على حتى الموظفين الموجودين فيها. فلذلك ما في دولة بالعالم، ما في دولة باستثناء دول عربية، دول كذا يعني أنه تضمن أشياء حكومية، نعم، لكن الشركات وشركات الأعمار اللي موجودة في العالم لن تدخل سوريا بالصيغة اللي هي موجودة فيها نهائيا. لابد من حل كل الملفات، لابد من حل مشكلة الإرهابيين أو المقاتلين الأجانب، ولا بد من حل مشاكلهم مع شرق الفرات، ولا بد من حل مشاكل أو مسائل التطهير العرقي اللي حصلت في الساحل، وأنا بسميها تطهير عرقي، وهي تطهير عرقي فعلا. مسألة جنوب سوريا. اثنين، حكومة شرعية. هذه حكومة ليست شرعية، حكومة غير منتخبة، حكومة أمر واقع يجب أن تكون منبثقة يا من برلمان يا من انتخابات مباشرة من الشعب السوري لحتى تستطيع الدول العالمية الاستثمار. هلا شو بده يصير؟ بيصير انفتاح، نعم. دول عالمية كثير ممكن تساعد حكومة الشرع بدفع الرواتب، بالتحويلات بنظام السوفت، تحويلات البنكية، البنوك تتحرر السورية، الموانئ تجيها بضائع كثير. بس هذا غير كافي، هذا ما معناه أنه إعادة الإعمار بمعنى الإعمار، لا، هذا كلياته يحتاج إلى وقت طويل جدا وسنوات أيضا. طيب، الشيء الهام للغاية أيضا أنه قضية المقاتلين الأجانب، وهاي اللي مركزة عليها الدول بشكل كبير وواضح، وفي عنده إعادة توحيد الجيش السوري. هذا الجيش اللي بتتحدث عنه أنه تم توحيده وإعلان عنه أكثر من مرة، هذا كذب. طيب، أنا بسأل السؤال للأخوة المتابعين، إذا هم أعلنوا قبل شهور بأنه تم دمج كل الفصائل في الجيش السوري وأصبح جيش واحد وكله يمثل الجيش السوري أو الجيش العربي السوري كما يسمونه هم، الآن ليش بيعطي مهلة للفصائل 10 أيام لحتى تندمج مع الجيش السوري؟ فأنا قلت لكم حكومة أحمد الشرع أو أبو محمد الجولاني هي حكومة كاذبة، تكذب على العالم كلياته، تروح على السعودية تكذب، تروح على الكويت تكذب، تروح على الإمارات تكذب. الحكومة هاي بتروح على تركيا بتكذب، بتكذب على الأوروبيين، بتكذب على الأمريكان، بتكذب على العالم كلياته، بتكذب على الإرهابيين اللي موجودين في الأرض أيضا، وتقول لهم نحن هذا كله سياسة وتكتيك وعم نتعامل مع دول لحتى نتمكن. فهي تكذب على الشعب السوري، تكذب على كل الناس الموجودة. بس إلى متى؟ هذا السؤال الذي يطرح نفسه، إلى متى؟ لن يستمر هذا الموضوع نهائيا، وخلال اقتراب انتهاء المهلة بالنسبة للأمريكان والأوروبيين وشافوا الوضع كذا، راح مضطر أنه يكشف أوراق كثيرة جدا أو لازم يحل هذا الموضوع بشكل كامل. الآن وجوده في تركيا هو لسبب واحد فقط، هو أعطى 10 أيام للفصائل الغير منضبطة الموجودة من العمشات والحمزات وهدول الجماعات اللي كانت هي تابعة للجيش الوطني واللي هي مدعومة من تركيا بأنه تندمج في الجيش السوري بشكل رسمي ويخلصوا من هذا الموضوع. لكن الأتراك رفضوا، أعطوا إيعاز للكتائب اللي موجودة بعدم الاندماج حاليا، لأنه عندهم مشكلة شق الفرات بدهم يعرفوا شلون بده يحلوها مع أحمد الشرع. وأحمد الشرع لديه ضغوط غربية جدا، فهو بين مطرقة تركيا وسندان الغرب.
هنا هاي المعضلة. فسبب زيارته إلى تركيا الآن هو بشكل واضح لكل سياسي قارئ بشكل صحيح أنه محاولة إقناع أردوغان بأنه تلك الفصائل تندمج مع الجيش السوري بشكل فعلي وحقيقي، وإلا سيضطر أنه يتعامل معهم عسكريا، وهو بغنى عن هذا الموضوع الآن، بغنى عن هذا الموضوع، والمشاكل اللي عنده بتكفيه يعني. فهذا الأمر طبعا الأتراك كمان لهم مطالب من أحمد الشرع مما يتعلق بشرق الفرات، وأحمد الشرع قال لهم بكل وضوح أنه لا يستطيع تنفيذ هذا. هناك تحالف دولي، هناك الولايات المتحدة الأمريكية، هناك فرنسا في شرق الفرات، وأنتم بالبداية طلبتوا مني حرب شرق الفرات، فأنا قلت لهم أنتوا روحوا حاربوهم. أنا حاليا يا دوب أسيطر على الشام وأسيطر على الساحل وأسيطر على جنوب سوريا وهاي كلها، وجربتوا حظكم وحاربتوا كتير في 6 تشرين وفشلتم في هذا الموضوع، فأنا اللي بدي أروح أحاربهم. وبعدين إذا أنا حاربتم مباشرة الولايات المتحدة الأمريكية رح تتعامل معي تعامل داعش، وهذا أمر رسمي. هو الآن بين مطرقة تركيا وسندان الغرب، وهي الصعوبة اللي عم لاقي. فلذلك ذهب بزيارة غير معلنة. كل الزيارات اللي فاتت كانت زيارات معلنة وواضحة، وكانوا يعلنوا أنه أحمد الشرع غدا أو بكرة أو بعد بكرة أو الأسبوع القادم ذاهب إلى تركيا. إلا هذه الزيارة بشكل مفاجئ جدا. ليش؟ لأنه باقي من مهلة 10 أيام يوم أو يومين على ما أظن، يوم أو يومين أو 3 أيام إن لم أكن مخطئ. فلذلك ذهب مباشرة إلى أردوغان لحل هذه المعضلة، لأنه هي معضلة كبيرة جدا. فوجود أحمد الشرع في تركيا ليس متعلق سوى بالكتائب الإرهابية، كتائب ما يسمى بالجيش الإرهابي اللاوطني اللي كانت موجودة، وأيضا مسألة عفرين، لأنه لا يمكن التقدم بالمباحثات مع قوات سوريا الديمقراطية والحصول على صك براءة الذمة والذهاب به إلى الغرب سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو فرنسا والدول الأوروبية بأنه أنا عملت اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية وإحنا اعترفنا بالحقوق تبعهم ودمجناهم مع الدولة السورية وأنا أصبحت إنسان كويس وانتهى هذا الموضوع، إلا بموافقة الأتراك أيضا، لأنه الأتراك هم العقبة أمام أحمد الشرع في أنه فعلا يحول سوريا إلى دولة لا مركزية ودولة حضارية ويتقبلوا الغرب، وهو أيضا على الأقل يحكم له فترة معينة. فالأكبر عقبة بالنسبة لأحمد الشرع الآن بإفشاله هو الأتراك بسبب مطالبهم الغير واقعية والصعبة جدا على أحمد الشرع بالنسبة لشرق الفرات، ولا يستطيع تطبيقها بالنهاية. وإذا ضغط على أحمد الشرع بشكل كبير سيضطر بالتخلي عن الأتراك. ليش؟ لأن هم الحلقة الأضعف. أنا ما بتخلى عن أمريكا وأتخلى عن بريطانيا وأتخلى عن إسرائيل وأتخلى عن فرنسا مقابل الأتراك، هذا أمر أكيد غير واقعي. فرح يضطر هنا إلى محاربة تلك الكتائب اللي موجودة على الأرض، وهي كمان معضلة كبيرة جدا بالنسبة له. طيب، وجود المبعوث الأمريكي شو كان محور الحديث؟ ما في شيء جديد. لما المبعوث الأمريكي قالوا هاي رفعنا عنكم العقوبات ونحن هلا بننتظر منك الخطوات القادمة انك انت تقوم فيها، سواء بدمج الاقليات الموجودة في الحكومة الجديدة ودمج شرق الفرات ايضا، وبدنا نشوف حكومة وحدة وطنية ما بين كل المكونات تبعية الشعب السوري، وانتهى هذا الموضوع. وتحدث فيه عن رفع العقوبات وانه خطوة جيدة وخطوة انسانية وخطوة كذا لإعادة اعمار سوريا، وهذا كلام كلياته كلام انشائي وكلام سياسيين، وهذا امر طبيعي وراح يتكلم بهذه الطريقة ايضا بكل وضوح. كل الحديث الاخر الذي يتداوله السوريين الاغبياء في كل المنصات ما هو الا ثرثرة وكلام بعيد عن الواقع ولا يمت للحقيقة بأي صلة، وهم موهمين وراح تشوفوه خلال الفترة القادمة. نحن قاعدين ونتفرج عليهم ككرد ونضحك عليهم وعلى محللهم السياسيين ومنصاتهم الإعلامية، وبليخوا يطلعوا فيها بكرة بيسلموا قسد انتهت وقسد انتهت. صدعتونا قسد انتهت. يعني أنا بنفسي أني أقول لقولة قسد غيروا اسمكم بس مشان نخلص من هذا الاسم اللي صدعونا فيه هم. يعني ف 14 سنة، آخر 8 سنوات طبعا قبل كان وحدة حماية الشعب الكردية، وصاير في 7 8 سنوات أيضا هناك قوات قسد من وقت ما تشكلت ونسمع نفس الكلام هذا الموجود.
هم بيعرفون طبيعة الشعب الكردي، وما بيعرفون هاي حركة التحرر الكردية، ولا دارسين تاريخ الكردي، ولا بيفهموا شيء نهائيا. مو بعدين وعليهم غشاوة، ظانين انه قادرين يشتروا القادة الكرد بكل سهولة. فبيلاقوا تحليلات خرنطعية بتطلعوا فيها بكل مكان. احد السياسيين العباقرة تبعهم شو بيقول؟ بيقول خلونا نشتري مظلوم عبده ونسويه نائب رئيس جمهورية حتى نسوي شق في شرق الفرات، و... وبعدين سنة هيك نخليه لحتى يسلم شرق الفرات كلياته مقابل المنصب. فهؤلاء الأغبياء يظنون بأن قادتنا يباعوا وينشروا كما قادتهم. فأنتم شايفين أحمد الشرع باع سوريا، باع سوريا كلها في سبيل أنه يقعد على الكرسي. باع جولان، باع جنوب سوريا، ما عنده مشكلة يبيع الساحل، وما عنده مشكلة يبيع شرق الفرات أيضا، وهو فقط يحكم محافظتين ويكون اسمه رئيس سوريا شكليا، ويركب الطيارة ويزور الدول العربية ويزور الدول الأوروبية على أساس سوريا اللي هي أساسا غير موجودة ولا يحكمها، لكن فقط شكليا. فهؤلاء يظنون أن الكرد عندهم نفس العقلية هاي. نحن الكرد نختلف في العقلية السياسية بشكل كبير عن الأخوة العرب اللي موجودين. فإحنا ما عندنا عقلية المنصب، عقلية المنصب والبيع من أجل المصالح الشخصية، ما عندنا هاي. لأنه نحن تعلمنا في الحركة الكردية أنه نضحي بأنفسنا من في سبيل القضية، ما بنضحي بالقضية في سبيل أنفسنا. أتمنى تكون الرسالة وصلت. بهذا نكون انتهينا من الحديث في القسم السوري حاليا.